دكتور شفتي ما مشيتش على اي حاجه من اللي قلتيها ولخبطت وخسيت، حلويات وبشاميل ومحاشي وعادي خالص. كل الناس في رمضان بتقع في الفخ ده الفخ الكبير اللي بيخلينا نفضل ناكل حلويات ونشويات بلا حساب، وتاني يوم ما نزيدش على الميزان. جسمنا بيحوش ميه بالتدريج، ويوم على يوم تبدأ الخلية الدهنية بتاعتك تعبي الميه والأملاح جواها. هتكتشفي المفاجأة بتاعتك في آخر رمضان أو حتى بعد كحك العيد، إن الميزان بتاعك بيرتفع ارتفاع خرافي، لأنك قعدتي طول الشهر تخزني مية في جسمك كمان كرد فعل طبيعي عن الصيام بيحوش شوية مية زيادة عن الأيام العادية. حافظي دايما على إنك ما تاخديش أكتر من حاجة سكرية واحدة في رمضان، وإنك تظبطي أملاحك وتمنعي احتباس السوائل. اوعي تنسي كيس الكرفس بالبقدونس اللي علمتك تاخديه عشان جسمك ما يحوش مية، واوعي تزودي ملح وحوادق وخصوصا المخللات ساعة السحور. المطب بتاع برطمانات المخلل اللي كلكم كنتوا عاملينها لرمضان لازم نوقفها عشان تطلعي من رمضان ما عندكيش وزن زيادة. اوعي تفرحي ان الميزان ثابت دلوقتي وبعد شوية تلاقي ان الدايت بتاعك كان دايت في الكنافة. ورمضان الكريم.